السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكون اموركم طيبه باذن الله. عرفت راسي تاخرت عليكم البنات بزاف، ولكن لظروف. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله نقدم معكم ميني كيك كيجيو رائعين، مكونات بسيطه. بقاو معايا حتى الاخر تشوفوا الطريقه والمقادير، وكما العاده نصليو على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في المقادير، عندي 4 ديال البيضات يكونوا بالحراره ديال المطبخ، ما يكونوش في الثلاجه بطبيعه الحال. غندير واحد القبصه ديال الملحه، وغادي ندير معاهم كاس وربع ديال السكر سنيده، سكر حبيبات، كاس اللي كنعبروا الكاس ديال العنبه. وغادي نطربوا بالخلاط اولا بالطراب الكهربائي اللي متوفر. غادي نخلطوا مزيان داك السكر سنيده مع البيض، عاد نضيفوا باقي العناصر. غادي ندير معاهم واحد الساشيه ديال الفاني، اولا يمكن لكم ديروا فاني بودره، ولكم الاختيار، يمكن لكم ديروا قشور الليمون اولا قشور الحامض. المهم النكهات كيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما. صافي انا غادي نطرب كما شفتوا معايا بالطراب الكهربائي. كي قلت لكم يمكن لكم ديروا غير الخلاط حتى نشوف الخليط ولا يعني ديك السنيده كتذوب. عاد غادي نضيفوا نص كاس ديال الماء يكون سخون. كي قلت لكم البنات غادي مع التطراب غادي نضيفوا الماء. كي كتشوفوا معايا الماء راه الماء سخون، ماشي يعني دافي، سخون. وحنا كنطربوا ماشي نخويوه يعني ونخليوه، حنا كنطربوا، حنا كنخويو الماء. دابا غادي نضيفوا كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، كاس ديال العنبه، نفس العبار اللي عبرنا به السكر سنيده. يعني السكر درنا كاس وربع، هنايا درنا كاس ديال الزيت. وغادي نضيفوا واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني، يكون يعني الياغورت كبير ديال الحجم ديال 110. وغادي نطرب الكل، وصافي من بعد غادي نحيدو الطراب وغادي نبقاو نخلطو غير بالخلاط اليدوي. من بعد ما ضفت الزيت والياغورت، دابا غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه مع التخلاط كيما قلت لكم البنات غير بالخلاط اليدوي. وغادي نضيف 2 خمارات موازن 8 غرام، يعني 16 غرام. وهنا البنات الدقيق ضروري تغربلوه، والدقيق تيبقى على حسب الخليط ديالكم. في المرحله الاخيره كنضيف تقريبا واحد ربع كاس ديال عصير الحامض، ونبقاو نخلطوا كما شفتوا معايا غير الخلاط اليدوي. عندنا كيولي عندنا خليط خفيف، لان كتخلط لنا الخميره مع الحامض كيتفاعلوا وكيخليو هذيك الناس كيخليو الكيك كيجي خفيف. صافي البنات هنايا من بعد ما يعني كملت يعني الخليط، جبت هاد الليمون الصغار ديال لي ميني كيك، رشيتهم عفوا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، وكندير فيهم الخليط. هنا عندي الخليط غادي نقسمو على 3. غادي ندير هاد الشكل الاول كما شفتوا معايا، ما كنعمرش الفوق، ندير غير النص ونخليه فين يطلع. هنا البنات خديت واحد تقريبا واحد 2 تفاحات كبار، وعندي هنا كما شفتوا معايا الزبيب، كنت يعني فزقته شويه في الماء. ودرت هنايا شكلاط طريفات صغار، يمكن لكم ديروا لي بيبيت شوكولا، ديروا اللوز ايفيلي، ديروا يعني الفواكه المعسله اللي عندكم اللي متوفر ديروه، ماشي ضروري انكم ديروه. يعني هادشي اللي درت انا، ديروا غير التفاح ونوعوا باللي بغيتو. درت واحد الساشيه ديال فاني وصافي غادي نديرهم من الفوق. صافي البنات هنا من بعد ما كملت درت فوق منهم داك التفاح والزبيب وشوكولاط كما شفتوا معايا. درت هاد 6 بهذا النوع، وغادي ندير 6 اخرين غندير فوقهم غير شوكولاته هكا مقطع طريفات صغار. هنا هادشي اللي عندي متوفر، يمكن لكم ديروا البنات اي حاجه كتعجبكم. يمكن لكم ديروا هذا لي بيبيت شوكولا كيجيو احسن، ولكن انا ما متوفرينش عندي، يعني خدمت باللي عندي في الدار قطعتهم طريفات صغار. وصافي غنديرهم من الفوق، وغادي ندوز باش نوجد يعني الشكل الثالث. هنا غادي ندوزو للجزء الثالث. هنا غادي نحاول نغير شويه باش يعني ما يجونيش اللي كيك كلهم نفس الشكل. درت هاد لي ميني كيك بحال هكايا كيتفهموا كيجيو زوينين. والخليط حتى هو غادي نضيف ليه الكاكاو. هنا البنات انا ضفت الساشيه الاولى، ما غاديش يعطيني داك اللون اللي بغيت، وغادي نحاول نضيف الساشيه الثانيه. اللي عنده ديال العبار وعنده اللون غامق راه غير معلقه وحده كافيه.
وهنا البنات ما تخافوش، يعني الخليط راه كان خفيف من الاول، كان خفيف يعني ما كانش داك الخليط ثقيل، لان داك الحامض كيخلي العجينه كتجي خفيفه. يعني واخا ضفت 2 ساشيات راه الكيك جا خفيف. صافي هنا كما شفتوا معايا ضفت الساشيه الثانيه، صراحه كان عليا نغربلها لان تيكونوا محببين. هنايا نسيت حتى خويته عاد تفكرت. صافي غادي نحاول نخلطها مزيان كما كتشوفوا معايا، وغادي نحاول نعمر هذوك لي ميني كيك. بطبيعه الحال حتى هما ما غاديش نعمرهم حتى الفوق باش نلقاو يعني فين يطلعوا، وما غنضيف لهم حتى شي اضافه. تنزينهم ملي غادي نخرجهم من الفران. غادي نزينهم البنات، راني ما غادي نطيب كلشي في دقه واحده، يعني حتى كنكمل كلشي وغندير واحد الطاوه وغندخلهم الفران كاملين، فيعني يطيبوا في نفس التوقيت. الفران دائما انا كنديروا على الكيك كنديروا يعني ما تيكونش سخون، وكنقص عافيه مهيله، وكنخلي الكيك ديالي كيطيبوا على خاطرهم. وهادو البنات ما كيجوش الوقت البنات بحال الكيكه الكبيره، يعني بسرعه كيطيبوا. صافي هنا كما شفتوا غادي نحاول نعمرهم كاملين، وغادي ندوز باش ان شاء الله ندخلهم الفران. صافي هنايا من بعد ما خرجتهم الفران خليتهم هنا تيبردوا شويه، كتحاولوا تحيدوهم غير بشويه باش يعني ما يخسروش بواحد الموس. دوزوه من الجناب، انا راه دوزته من الجناب اللي هم كاملين. هنا غادي نحيد داك الفائض ديال الطحين اللي تيبقى في ديال هذاك الشكل الثالث. وهادو البنات ديال اللي فيهم شوكولاط من الفوق، هنا غادي نحاول ندهنهم يعني بشوكولاط عادي دوبته في الباماغي، درت له واحد شويه الزيت وصافي، وغادي ندهن به لي كيك ديالي، وغنرشو بالكاوكاو يعني محمر ومهرمش هكا يغليظ. هنا البنات راه العجينه خفيفه كما كتشوفوا معايا، داك الشكل اللي درت من الفوق راه كله هبط لتحت. يعني ما تخافوش من ديال الكاكاو، يعني واخا ضفنا الكاكاو في الاخير راه تيجيو خفافين. هذيك الشكل الثالث البنات غادي ندير له شويه شوكولاط ابيض، غادي ندوبو في الباماغي وغادي ندير به خطوط عشوائيه من الفوق. صافي البنات هنا الفيديو وصل للنهايه ديالو كما كتشوفوا معايا، يعني اشكال رائعه يعني بمقادير بسيطه. كنخرجوا 3 ديال الاشكال. الشكل الاول اللي فيه كاوكاو وشوكولات، وهذا كنديروا فيه خطوط هنايا عشوائيه شوكولات بيض وحبيبات الشوكولا. اولا يمكن لكم ديروا ديك الحفيره ديروا فيها يعني كريم باتيسير اولا كريم شونتي اللي بغيتو. الشكل الثالث دهنتو هنايا بالكونفيتير ديال الفريز من الفوق اللي فيه زبيب وفيه تفاح، صراحه تيجي رائع بزاف. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا البلاطو ديال لي ميني كيك، وجربوا ان شاء الله. من طبيعه الحال الا جربتو خليو لي الاراء ديالكم في التعليق، ولا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال ما تنساونيش من اللايكات. والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.